السلام عليكم ورحمة الله، واللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع قناة لاكي. اليوم إن شاء الله اختارت لكم وصفة لقهوة العصر سهلة وسريعة التحضير، وتاني ما فيهاش مكونات بزاف ولا فيها بيض ولا حليب، فقط بمكونات اقتصادية وأحسن وأخف من السفنج ومن البغرير. شوفوا معايا وصفة اليوم اللي هي نتمنى كل واحدة تجربها لأنها حقا تستاهل التجربة. على بركة الله، بسم الله. نحتاجو في الوصفة تاع اليوم كاس تاع الفرينة وكاس تاع السميد الرقيق. الا ما كانش عندك السميد رقيق تقدري تستعملي المتوسط. هنايا غربلتهم كما شفتوا، الغربله مهمه مادامكم تغربلوا الحاجه تجيكم خفيفه. زيد معاها نص مغرف كبيره تاع السكر ونص مغرف كبيره تاع خميره الخبز. نخلط النواشف مليح مليح مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا لنا. ما نديروش الملح كاع، دروك نخلطوا هاد المكونات باش تتفاعل لنا وتكونوا دفيتوا الماء. غادي نخدموها اليوم غير بالماء، قلت لكم لا حليب لا بيض لا يعني حتى حاجه تعجيزيه. الماء هنا يكون فقط غير داخلته هذيك النسمه تاع الدفا، ماشي حامي حتى اللي تلمسوه ولا تحسوا به هكا يشلفط ولا ماشي بارد على حسب درجه حراره الغرفه. لا، يكون فقط هكا شويه دافئ باش ما يدير لكمش الخيط من بعد وتخسر لكم الوصفه. هذه هي الملاحظه الوحيده اللي نكرر لكم عليها. هنا حطيت 2 كيسان تاع الماء، الثاني الكاس اللي وزنت به نكمل به. نخلط هنا بالفوي هكا المكونات تاعي كيما هكا حتى اللي امتزجت لي، ومن بعد غادي نزيد الملح عندي هنايا حوالي ربع ولا اكثر من ربع ملعقه كبيره تاع الملح. والملح الا كان عندكم هذاك الخشين غربلوه. نخلط كل شيء هنايا حتى تمزج المكونات، وهذه هي وصفتنا اللي قلت لكم سهله مهله. هنايا غادي نبدا نخلط فيها هكا وندربها بالبراميكسور باش تتهون بزاف. قلت لكم هذه عباره عن فقاعات فقط خفيفه خفيفه. انا ضربوها حوالي دقيقه ولا دقيقه ونص بالبراميكسور، ومن بعد تزيدوا فيها نصف علبه تاع خميره الحلويات، نصف علبه خميره الحلويات. وهنا تخلطوا غير بالفوي ولا بالكارفو، ما تستعملوش دروك البراميكسور. هنايا خواتاتي غادي نخلطها مليح مليح ونديرها تختمر على جنب. وبلا ما ننسوا كما عودتكم في كل فيديو الدعاء لإخواننا في غزة، ونقولوا يا رب يفرج عليهم ويا رب يحميهم ويحفظهم من كل بلاء يأتيهم يا رب العالمين. ونصرك القريب وفرجك بإذنك يا رحمن ويا رحيم. إن شاء الله يا ربي تزنزلوا التعاليق بالدعاء لإخواننا يا رب العالمين. يا رب العالمين تقبل منا يا أكرم الأكرمين. هنايا اخواتي بعد هذا شوفوا كي خمر لي مده الاختمار تعتمد على درجه حراره الكوزينه كيفاش كانت. انا هنا درت لي حوالي نصف ساعه كان مختمر، يوري لكم عباره عن كاع هكا خميره راكم تشوفوا فيه. هنا كي شفتوا جبت المغرف سقيا، ما خويتش هذاك الخماره، ما فشيتهاش بزاف وما ديغازيتهاش بزاف، غير شويه خلطت هكا خلطه خفيفه. هذه تاني ملاحظه تانية. على جنب منا كانت عندي مقله صغيره غير باش تعطيني واحد الشكل جمالي. تقدروا ديروا مقله كبيره اللي بغيتو، تقدروا ديروا في المقله تاع البانكيك اللي بغيتوها نتوما. المهم انا اختاريت 2 مقلات هكا باش يعطوني شكل جمالي ويجوني كاع قد. المقله الصغيره دهنتها بشويه تاع الزيت، كانت في الكانون هذاك الصغير. كنت هنايا حميت المقله مليح مليح، من بعد درت نار متوسطه. والمقله الكبيره تاني خليتها تسخن على نار متوسطه ودهنتها بشويه تاع الزيت. مهم جدا انكم تدهنوها باش ما تلصق لكمش. هنايا والشباك راه قدامي باش نحط فيه الفطائر تاوعي كي يطيبوا لي. هنا نخليها على نار متوسطه حتى تحكم لي لافورم من تحت. شوفوا معايا كي تولي تنهز لكم في المقله باسكو راهي مدهونه مليح مليح. هنا كي تقدروا هكا تهزوها وتتحرك لكم في المقلاة مباشره. شوفوا معايا هنا باش هنايا تخدموا فيت في، ما تقعدوش هكا تقلوا تقارعوا بالحبه طيب لكم. ولا عندها واحده غير مقله واحده تقدري تخدمي في مقله واحده تقلبي وكلشي شاوله شد لك الوقت. حطيتها في المقله الزاوجه قلبتها وخليها طيب تديري اللون هذاك الاحمر. من بعد هنا نزيد هكا نحط كميه من العجين كما شفتوا ونخليها هنايا تدي لي تاني اللون الذهبي من تحت. شوفوا نقعد نقلب فيه هذيك حتى تولي لي اللون تاعها ذهبي. المهم النار راهي متوسطه في كلتا المقلتين، زعما في 2 المقلات راهم النار راهي متوسطه. نخليها طيب كيما هكا. من بعد هنايا دوك نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح مليح وتوضح لكم الصوره اكثر. هنايا المهم نتوما تدهنوا المقلاة تاعكم بالزيت، كون ما تدهنوهاش بالزيت غادي تلصق لكم باسكو راه طايب غير عفوا الخليط تاعنا راه فيه الماء ما فيش حاجه دهنيه. هنا قربت لكم هكا باش توضح لكم الصوره. كي تدي لكم هذا اللون تكون طابت باش ما يقعد لكمش عجين من الداخل. هنايا جبت ورق الماس للزيت هذيك وما يشربوش الزيت هذيك، ما تخموش عليها لاش فيهم كميه قليله اللي دهنا بها المقله. حطيتها هنايا باش ما يولوليش منديين وكاع،
وشوفوا تقلبوا المقله الزوجه الاولى في الزوجه عفوا وتخلوها تتحمر. حاجه سهله ماهله قلت لكم، ويجوا خفاف وبنان مع لاتاي ولا مع القهوه رائعين جدا. هنا راكم تشوفوا نزيد نحط هنايا كميه العجين اللي حطيتها هنا. المقله تاعي هذه ماشي صغيره بزاف، راهي القطر تاعها ما على باليش، على بالك تكون 16 سنتيم ولا. هنا مهم المقله تاعي هذه حطيت فيها 2 مغارف سقيه ولا 2 لوش حطيتهم معمرين. وانا كما راكم تشوفوا نقعد نقلب فيه هذه نار متوسطه. من بعد هنايا شوفوا صايدت لي اللون الذهبي، شوفوا شحال يجوا شابين، ودوك تشوفوهم في التقديم تاعهم يجوا خفاف. وقلت لكم اكدوا لي على الخفيه ريشه هكا. ما بغيتش نقعد نقطع لكم في الفيديو وباش تشوفوا يعني كيفاش يطيبوا غايه، باسكو الطياب تاعهم مهم جدا. ندهنوا المقله كل ما نبغوا نقلبوها، ندهنوا المقله، وكل ما نبغوا نحطوا وحده ندهنوها بشويه تاع الزيت كيما هكا. وهنايا صاي كملنا، نروحوا نشوفوا مباشره طريقه التقديم كي نكملهم كاع. هذا هو 2 كيسان تاع الفرينه، عفوا كاس تاع الفرينه وكاس تاع السميد. عطاوني هنايا 8 حبات كما راكم تشوفوا، رائعين جدا، ولا 7 حبات عفوا، رائعين جدا خفاف. جربوهم اليوم للقهوه تاع العصر. تبغوا هنا تسقوهم بالعسل كيما هكا، تقدروا ديروا لهم تاني الدهان مذوب اللي هو زبده دايبه مع العسل كيما البغرير. تبغوا ديروا لهم الكونفيتور، تبغوا ترشوا عليهم شويه تاع مكسرات من الفوق اللي بغيتوا نتوما، تقلشوهم كيما بغيتوا. انا عطيتكم الشكل البسيط جدا لهاد الفطائر. ان شاء الله عجبوكم، وان شاء الله يا ربي تجربوهم وتقولوا لي في التعاليق كيفاش جاكم. نبغي رايكم بالبزاف. انا العائله تاعي عجبوهم وشاركتكم هاد الوصفه صافي دي زاني، واحد 3 سنين ولا 4 سنين حيت درتها معكم في القناه. انا شاك فوا نديرها بصح ما نصورهاش، بصح الخطره قلت يليق راه الفاكونس واخواتنا هكا يبغوا يبدلوا لولادهم ويبغوا يديروا لهم حاجه خفيفه. ان شاء الله نتوما تجربوها وتقولوا لي رايكم. شوفوا شعال خفاف كي نرفدهم هنايا مهويين من الداخل، راهم مثقبين بهذاك الهواء كي دربناهم بالبراميكسور. وهنايا شوفوا معايا يعني الصوره يتوضح روحها، راهم باينين بلي خفاف وراهم مثقبين وكاع، ما يجوا لا معجنين ما يضروكم كي تاكلوهم ما والو. استودعكم الله واستودع اهلنا في فلسطين كامله وفي غزه خاصه. خواتاتي نتمنى منكم تكثروا لي ليجام وتكثروا البارطاج الوصفه، على بالكم باللي السينار راه كاتل القناه، والحمد لله يا ربي نحتسبوها عند الله يا رب العالمين في ميزان الحسنات. نقول لكم ان شاء الله نقابلكم في وصفه اخرى، والسلام.